خلصت الدورة. بسم الله. بخار بس، كمية بخار. بسم الله. ايه ده؟ في ايه؟ في رغوة؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ده منظر يا جماعة. ايه المنظر ده؟ ده يا جماعة ملمع فيبا. الناس اللي بتسترخص وتجيب ملمع رخيص او نوع رديء حتى لو كان غالي. يا نهار ابيض، شايفين الرغوة؟ شايفين؟ المدام حبت توفر وانا قلت لها ما تحطيش النوع ده من الملمع، هي اصرت. انا بقى هقول لكم ازاي نتخلص من الجريمه دي. طيب علشان اشيل الملمع من جوه الغساله اعمل ايه؟ اول خطوه هجيب سرنجه زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده هنركبها بالشكل ده. نفتح الملمع. بسم الله. طبعا الملمع باين قدامكم، ده لونه. هنستخدم السرنجة بس خلي بالنا يا جماعة بالراحة واحنا بندخل السرنجة علشان خاطر ما نخرمش البلاستيك. طبعا من هنا خليني على اخر درجة عشان اجيب بالظبط اخر حاجة في بسم الله. نسحب اهو، شايفين بيتسحب معايا بالشكل ده. شايفين يا جماعة الملمع اهو، الشوية اللي انا سحبتهم. طبعا هسحب كل اللي موجود جوه، وبيكون في هنا شويه موجودين، فطبعا مش هنقعد نعمل كده ونسحب، لا احنا نرفع الباب شويه كده علشان الملمع ينزل في اخر نقطه. شايفين لما وقفنا الغساله، باب الغساله كميه قد ايه؟ كله بيتجمع. نفضي. انا هرميه طبعا، ده انا هرميه. الجريمه اللي ارتكبوها دي انا مش هستخدمها تاني، انا هرميه. ايوه يا جماعه، اللي بيرتكب جريمه دي نهايته، لازم نتخلص منها. بصوا يا جماعه، التانك من جوه متقسم اجزاء. يعني انا مثلا سحبت من هنا، هسحب اخر حاجه، ما سحبش حاجه. في جزئيه تانية من الناحيه التانية من هنا. تعال نشوف من ناحيه اليمين، سحبت. شايفين الكميه قد ايه؟ مع ان اخر درجه انا خلصتها وسحبتها كلها. يبقى نعرف من هنا ان الملمع من جوه او تانك الملمع من جوه متقسم اقسام. دلوقتي يا جماعه هنحط ملمع نظيف. تعالوا اقول لكم نحط ملمع ازاي لغساله الاطباق. بسم الله. نفضل نعبي هنا لحد ما نشوف ان هو اتملى من المكان ده، او من هنا برضو عادي. وطبعا نعبيه بشكل كامل. بلاش يا جماعة تسترخصوا، وبلاش تجيبوا حتى منتجات غالية ولكن مش نوع جيد. على فكرة يا جماعة، الملمع اللي انا شلته الفرق بينه وبين ده 10 جنيه، يعني مش رخيص والله، ولكن النوع بيفرق. كده يا جماعة ظهر عندي من هنا، وظهر عندي من هنا ان هو خلاص اتملى. ونقفل بقى يا جماعة، واهم حاجة نقفله كويس ونسمع صوت التكة زي كده عشان خاطر الغسالة ما تتبهدلش ويسرب. عجبكم الفيديو؟ لايك شير كومنت، واهم حاجة الدعوة الحلوة يا ست الكل. شكرا.